عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلاب الصف الثالث الإعدادي. هنعمل مراجعة نهائية ليلة الامتحان، هنحل محافظة مع بعض ونشوف ازاي الامتحانات بتتحل وايه الأسئلة الغير مباشرة ازاي بحلها. بسم الله نبدأ مع بعض. أنا عندي الشكل هنا، دي الوثيقة دي شكلها ايه؟ من الشكل هنا كاتب لي العنوان لوكير القاهرة، وكاتب لي تحت ماضي أبيانتو تونامي، يعني صديقك سامي، يبقى سامي هو اللي كتب. وكتب شير جان يعني عزيزي جان، يبقى الشكل هنا لتر على طول، الشكل هنا خطاب. تمام. مين اللي كتبه؟ سامي. اتكتب لمين؟ لجان. تبقى الوثيقة دي على طول ايه؟ اون لتر وليس الديالوج. الديالوج كلنا عارفينه بيبقى ايه؟ اتنين بيتكلموا واحد بيرد ورا بعضيهم كده. قول هنا جي ريسي تا لتر، يعني انا استقبلت خطابك. ميرسي بور تون انفيتاسيون، يعني شكرا على دعوتك. جاريفيري ا باريس، أنا سوف أصل إلى باريس مستقبلا. j'arriverai à Paris le 10 janvier، يعني في 10 جانفيي يناير. هنا 15 الساعة 15، ولو أنا عايزة أعرف الساعة 15 طبعا منتصف اليوم الساعة 12، فبنقص 15 من 12 يعني بعادل الساعة 3. تمام. attendez-moi، انتظرني على ايروبورت، في مطار دو أورلي، يعني استناني في المطار. je veux visiter، يعني أنا أريد زيارة لوزين، يعني مصنع دو فواتير السيارات، وحيث ton père باباك اتغافي. تبقى أبو جون بيشتغل في مصنع سيارات في فرنسا. جيسبر أنا أتمنى أوسي فيزيتي، إن أنا أزور لمونومول آثار دو باريس، الآثار بتاعت باريس. زي ايه بقى؟ لا تور ايفل برج ايفل، لو موزي المتحف، دي لوفر متحف اللوفر، ايه لارك دو تريومف وازور اللارك دو تريومف، دي كلها اثار موجوده في فرنسا. وقال له ابيانتو الى اللقاء صديقك سامي. طيب اول سؤال احنا حليناه. تاني سؤال سامي اكري كتب لمين؟ طبعا هنا كتب قال شير جون، يعني كتب لصديقه على طول جون جون. سامي أبيت، سامي بيعيش في مين؟ أجيبها منين دي يا ميس؟ لوكير، يعني الوقت اللي كتب فيه اللتر الخطاب كتبه من القاهرة. تبقى هنا أوكير، أوكير بيعيش في القاهرة. لو ميزي دي لوفر متحف اللوفر ستروف، بيوجد فين متحف اللوفر؟ طبعا وانا مغمض عيني أباري في باريس. سامي أغيفيغا يعني سوف يصل إلى باريس في شهر جانفي، قال في 10 جانفي 10 جانفي، يعني يناير أكتوبر شهر 10 ديسمبر شهر 12. وجاب لي الأسئلة بالشكل الاختياري سهل يا ميس، بجيبها من القطعة. طب لو جابها بشكل مقالي هي وسهلة، مفيش عندي مشكلة، بحفظ أدوات الاستفهام. يعني ممكن يجيبها لي ازاي ميس؟ قول لي كي، إلى من، إلى من أكي، مثلا سامي إكري بيكتب لا لتر الخطاب. تبقى كلمة أكي بدل ما هي الاختيار هقول له كتبه إلى جون، يعني هي نفس الجملة دي، بس بيعمل لي أداة استفهام أكي إلى من. طيب ممكن يكتب لي نفس الفراز ديت بس يعملها لي مقال ازاي؟ لما يقول لي لو ميزي متحف اللوفر ستروف، طب ما هي هيروح ضايف لي أداة استفهام يقول لي أين، ويكمل بعد أو يعمل لي نقط. أين لو ميزي دي لوفر، أين متحف اللوفر ستروف يوجد في باريس. تبقى هو المقالي زي الاختياري مفيش فيه صعوبة، هو أدوات الاستفهام بس أنتبه ليها وخلي بالي منها. طيب لما يقول لك هنا سامي أغيفيغا سوف يصل أباغي، يوصل في باريس في شهر يناير. طب ما ممكن يجيبها لي بشكل مقالي ازاي؟ يقول لي كان متى هو سوف يصل، هي بيحط لي أداة استفهام كان قبل السؤال ويقول لي اتفضل كمل. هروح ناقشها له من القطعة واقول له 10 جانفييه، يعني هو بيوصل في 10 يناير. يقول لي سامي فيزيتيغا يعني سوف يزور لمونومو الآثار بتاعت باريس، فغي صح. طب لما اقول له لو بير دو جان ترافاي دون زينوزين بيشتغل في مصنع، اقول له صح لان سامي عايز يزور المصنع بتاع باباه. جان اكري سيت لتر، سامي العكس غلط، سامي هو اللي كتب الخطاب. سامي اسبير يتمنى فيزيتي لا توري فيلا، طبعا بيتمنى هو فعلا عايز يزور برج ايفل. سامي فيزيترا سوف يزور باريس في
22 عن الصح، والكلام ده موجود في كلمة ليوكير فوق في العنوان وكتب التاريخ. تعالى بقى سؤال المواقف. طون أمي صديقك إبراهيم بياخد صن غيبة الوجبة بتاعته تيلوي دي هتقول له إيه؟ بقول له بالهنا والشفا بون أبيتي. بون أبيتي يعني بالهناء والشفاء. بوناني عام سعيد، بون أنيفرسير عام ميلاد سعيد. تي ديماند حضرتك اللي بتطلب ان توريستي من سياح صا ناسيوناليتي الجنسيه بتاعته تيجي هقول له ايه؟ هقول له يا كولي فوتغ ناسيوناليتي. لو هو قال إيل يبقى هيقول لي مثلا انا جسوي مثلا ايطاليا. اما هنا انا اللي بسأل فبقول له كلي فوتغ ناسيوناليتي. لما اقول لك تي ديماند انت بتطلب اتونامي صديقك بركوا الفا على جار، هو رايح المحطه ليه؟ دي طبعا انا بروح الجار المحطه باخد لتران قطار بوغ براندر لو تران قطار. كلمه باتو يعني مركب، هنا طبعا بتكون البورت المينا. براندر لو بيس الاتوبيس باخده من محطه الاتوبيس ستاسيو دو بيس. طيب تي في براندر انت بتاخد لو ديني العشاء، تي دي هتقول ايه؟ انت تريد ان تتناول العشاء هقول جي في او ريستوران، عايزه اروح مطعم، مش هروح الجار المحطه ولا هروح السينما. انت تي ديماند او جارسون تطلب من الجارسون لو منيو المنيو، فهنا تي دي هتقول لي هقول له لو منيو سيلفوبلي من فضلك انا عايز المنيو. هنا فوالا لو منيو يعني ها هو المنيو. لو قال هنا يعني الولد الجرسون هيرد ويقول لي اتفضلي فوالا. جي فودريتي شاي انا اريد شاي لا. طيب سامي جو فوت، هنا طبعا فيرب جوي مع الألعاب الرياضية اتفقنا. طبعا كلمة فوت اللعبة الرياضية مذكرة مسكولة تمام، فالمفروض هاخد هنا دي ممنوعة، هاخد يا او يا دي. طيب كلمة جوي فيرب جوي يلعب مع الألعاب الرياضية بياخد او. أما فيرب فير هو اللي بياخد دي. دما على طول مستقبل قريب، دوما يعني الفطير المستقبل. il visiteront يعني سوف يزور أونكل يعني عمهم هم. اللي هو الملكية لور بالأس. أونكل هنا ما فيهاش اس واحد فقط فباخد لور ديت تمام. لو في الكلمة فيها جمع باخد لور بالأس. جي مانج أنا باكل، طبعا هنا باخد دي. أما أقول كيلاج العمر بياخد كل مفرد مذكر. أين مون ليفر أين يوجد كتابي؟ فوالا مون ليفر يعني كلمة مسكولة مذكر بستبدلها بلو فبدي لو على طول. لما أقول هنا نو نسترجع الفيربات. لو ميزي المتحف أنا بعمل إيه؟ بزوره تبقى فيزيتو. أبو يمتلك يذهب فيزيت يزور. سلمى أو تينيس طبعا الألعاب الرياضية واخدة أو بندي فيرب جوي، وفيرب جوي مع سلمى هنا كأنها تبقى الفيرب مصرف آخره الفو عندي فيرب مصرف أهو يجب، تبقى التاني في الانفينيتيف في المصدر وأنا مغمضة عني فير ما صرفوش. نورة لوبيس نورة بتاخد فيرب براندر، نورة كأنها فبتاخد هنا إبهام. ميزامي أصدقائي ان كوكا بيشربوا كوكا فيرب بوفوار مصرف مع اللي الجمع هتبقى بواف آخرها أنتي. لما أقول لك هنا أو ديجيني في وجبة الغداء اوني بخام ناخد دي بواسون سمك او دي غي رز. اكتب اللي انت عايزه، وقد عايز اكتب مثلا دو لا فياند لحمة، دو لا فياند لحمة. اللي تقدر تكتبه الكلمات السهلة اكتبها. سلطة. لو ميزي إيجيبسيا المتحف المصري إيبو جميل مثلا. هنا أبغي في باريس أون بي فيزيتي نزور في موزيو دي لوفر، ممكن نزور متحف اللوفر، ممكن ناخد من القطعة اللي ورا أي آثار نزورها في باريس. سؤال القطعة بيكون إن شاء الله سهل، فنحل امتحان تاني شوية مواقف وقواعد ونظبطها مع بعض. ان توريست يعني سائح، تو ديموند بيطلب منك، لولي مكان، دي موزي إيجيبسيا مكان المتحف المصري. يبقى كل موقف ليه كلمة سر، يبقى هنا لولي يعني مكان. انت هتقول ايه؟ هقول له لو موزي إيجيبسيا المتحف المصري سي تروف اوكير موجود في القاهرة، ولا اقول له وي لو موزي إيجيبسيا؟ هرد عليه واقول له لو موزي إيجيبسيان سي تروف او كير موجود في القاهره. اما اقول المتحف المصري جران كبير انا مش بوصفه، هقول له اين يوجد المتحف المصري، ده هو اللي بيسالني وانا اللي بجاوب عليه.
بور سي بروميني عشان أتنزه، سي بروميني تي دي هتقول إيه؟ أنا عايزة أروح أتنزه، فهقول جي في أليكول. لأ طبعا محدش بيتنزه في المدرسة. جي في إن بالاد أو بور دي نيل، أنا يعني هروح أعمل نزهة في شاطئ النيل، ولا بروح للمحطة؟ طبعا هنا الإجابة المظبوطة جي في إن بالاد أو بور دي نيل. لما اقول لك او ريستوران في المطعم تي دي او جارسون، بتقول للجارسون ايه؟ فبقول له جي فودري دي بواسون سيلفو بلي، انا عايز سمك لو سمحت، ولا ريستوران المطعم الوان دو لا ميزون، المطعم بعيد، ولا نو اوفرو بنعرض دي بون بلات اطباق طيبه. طبعا هنا انا بريد يعني بطلب، يعني جي فودري انا اريد دي بواسون. جو تي في بوار انت عايز تشرب، تي دي هقول جي سوف عطشان، فيعني جعان، فروا يعني بردان. بوغي بغي باغي ان بلان عايزة اجهز طبق الفول. عشان اجهز طبق انا محتاجة ايه؟ عشان اجهز طبق محتاجة الي او مارشي، اروح السوق عشان اجيب الادوات. لما قلت تي اكري انت بتكتب اعطون انكل بتكتب الى عمك. وي جو ها مفعول غير مباشر مسبوق بحرف جر، ها عاقل بستبدله بالوي وانا مغمضة عيني. الجريك لو بستبدله بمكان. تمام. هنا فوزا في او بليي انت نسيت الكيي الكراسة. فو الملكية بتاعتها ها فوتغ وفو. طبعا هنا الكراسة مفرد مذكر فباكل فوتغ. طيب لو متى في الصباح جيبوا الكافيه كلمة مسكولة مذكر دي كافيه. فاتي أليكول كيف تذهب إلى المدرسة؟ كومو فاتي أليكول. لما أقول دماء هنا بصي هنا فطير سامبل مستقبل فو أوكير يعني سوف، هنا إيغ هنا فيرب أل يذهب بيبقوا كده، وبعد كده هنا بضيف لها الأزاد ده تبقى هنا فوزيغي. إير بصي كومبوزي ماضي مركب يعني فيرب اتر وافوار والتصريف الثالث. مي باغون يعني والدي دي باغي وصلوا إلى باريس. طيب والدي دي جمع مذكر تبقى سون أغيفي جمع مذكر. هنا لو جمع مؤنث تمام دي ما تنفعش عشان بصي كومبوزي. الفو كو مضارع الشك الفو كو تي بيان يعني ايه؟ تكون تذاكر كويس. طبعا الفيرب بنصرفه مع ال الجمع وبنحذف ايه انتي ونضيف النهايات تبقى تي هنا ايه ايتيديو ايتيديو. شاك جور كل يوم مامو ماما ومارش في السوق. شاك جور يعني المضارع زمن عادي جدا. ماما فا ماما كانها ال المفرد فا. هنا بصيكم بزي ما تمشيش معايا. تمام. هنا الفيرب مش مصرف ما تمشيش معايا. شاك فاندردي برضو مضارع. التياتر المسرح او تياتر المسرح كلمة مسكولة مذكر يا جماعة. طيب لما نقول أين ستغوف أين توجد لاجار المحطة تبقى ستغوف كأنها هي مفرد. سؤال بنكتب إجابته في الكومنتات. لما أقول منى مفرد مؤنث سي كلمة إير على طول يعني أنا شغالة بصيكم بزي يعني ماضي مركب يعني فيرب إتر والتصريف التالت. باخد بلدي بتتنزه وخلي بالك لما يكون معايا مؤنث مع فيرب إتر والفعل ذو ضميرين بدي تبعية مفرد مؤنث ولا بلاد ولا بلدي. إيه هي الإجابة المظبوطة؟ يا ريت نكتبها في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.